ومن أصعب الحاجات اللي بتواجه البني آدم إنه يشيل هيمنة ربنا من الهموم. الله مهيمن على همومك، كل همومك في إيد ربنا سبحانه وتعالى. لو نجح الشيطان إنه يرميك في معركة الحياة لوحدك من غير ربنا في قلبك يعني، وإحساسك بتدبير ربنا لحالك، هموم الحياة هتاكل السلام النفسي. لأن كتير من الأوقات ما بتهجم عليك أحزان الماضي وتصرفات غلط عملتها قبل كده، وحد أذاك وما انتقمتش منه فتحس إنك أنت ضعيف، وخيانة حصلت في الماضي تحس إن الناس كلها جاية عليك، فربك يقول لك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ده في السيناريو بتاع حياتك، في القدر، ده من عندي من فوق. ده بجد يا رب من عندك يعني، ده في قصتي؟ طب خلاص ما دام من عندك خلاص، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. لسه مشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو تعمل اللايك، عشان اللايك هو اللي بيدعم القناه بيوصلها لاكبر عدد ممكن. النهارده بقى نعمل الوصفه تنفع لرمضان، كل سنه وانتم طيبين، وتنفع ان احنا نفرزها في الفريزر وبامكانيات قليله ان شاء الله ممكن تعملي منها عزومه. النهارده هنعمل كفته الرز، بس انا طبعا عامله كميه انتوا ممكن تعملوا بربع كيلو لحمه. ربع كيلو لحمه بياخد يعني الربع 250 جرام ممكن ياخد 8 كيلو رز مطحون، وياخد خضره. انا بحط بقدونس وشبت وكزبره، في ناس تحط بقدونس بس، في ناس تحط كزبره بس انا بحط التلاتة. وبطحن كده بصله ناعم زي ما انتوا شايفين، وبحط ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات لحمه. وببتدي انا ما بحطش فيها توم، في ناس بتحط فيها توم، انا لا ما بحطش فيها توم، بس بحط بقى كل التوابل كده. الرز ده انا جايباه غسلاه وسايباه ينشف وطحناه، لو انتوا حابين تشتروا الرز المطحون، بس طبعا عشان بقى سعره عالي قوي، فانا الرز ده بمطحنه البهارات دي بتاعه الخلاط. جبت الرز غسلته وسبته ينشف، وبعدين بدأت في المطحنه كده اطحنه وطلع حلو جدا. وبجيب اللحمه بتاعتي، بجيب الخضره اللي هي البقدونس والشبت والكزبره، بدات اللي انا اقطعهم وتقطيع كده برضو، مش يعني مش صغير ولا كبير، لان احنا كل ده لسه هنحطه في الكبه. من نجاح كفته الرز ان احنا لازم نفرم الحاجه كلها مع بعضها تاني. ما ينفعش ان احنا كده نحطها زي ما هي، لا هتفك منكم. فلازم ان احنا ولازم يعني نظبط الرز مع اللحمه، بحيث ان هي برضو ما تبقاش رز ولا كتير، ان هي الناس اللي بتعملها وتبقى منفوشه وتخينه كده يبقى الرز ده مليان رز، والناس اللي بتعملها وتفك منها ما بتبقاش فيها رز كتير. فانتوا لازم تعادلوا الرز مع اللحمه بحيث ان هو يكون مظبوط. يعني كيلو اللحمه مثلا، هتعملوا كيلو لحمه تحطوا عليه كيلو الا ربع بصل، كيلو الا ربع رز، او ممكن نص كيلو كمان، يعني اقل من كيلو الا ربع، هتبقى مظبوطه وهتبقى حلوه وهتبقى ناجحه معاكم. يعني انا حطيت هنا، بعد ما حطيت بقى فرمت بصله، جبت بصلتين كده وقطعتهم وفرمتهم ناعم، وفرمت الخضره وطحنت الرز، وحطيت اللحمه، وحطيت بقى هبتدي احط هنا ملح، فلفل اسود، بابريكا، بهارات لحمه. طبعا حابين بقى انتوا اي بهارات بتحبوها ممكن تحطوها. اللي حابب، في ناس بتحط فيها توم زي ما قلت لكم، انا ما بحطش فيها توم، بس انتوا لو حابين تحطوا فيها توم حطوا، دي حاجه ترجع لكم يعني. ببتدي بقى اقلب كده كل الخليط مع بعضه كده، بدخل الرز مع اللحمه مع البهارات مع كله، يعني زي ما هتشوفوا كده التقليبه دي بس عشان اللحمه بس تخش يبقى كله في قلب بعضه كده، والبهارات. واحنا طبعا لما هنعجنها بعد كده كله هيخش في قلب بعضه، بس انا بفضل ان انا اقلبها كده الاول بايدي بحيث ادخل اللحمه مع البهارات مع الاكل مع الخضره مع البصل مع كله مع بعضه. وبعدين بقى باخد شويه شويه كده في الكبه بتاعتي، وهبتدي ان انا اطحنها كده زي ما هتشوفوا طحن ناعم، وببتدي احطها كده في بوله، وبجيب بقى بوله تانية كده صغيره بحط فيها زيت، بحيث ان انا الزيت يساعدني ان انا اصبع الكفته بكل سهوله. دلوقتي هنشوف زي ما هتشوفوا دلوقتي، هاخد بقى شويه كده صغيرين واحطهم في الكبه، ما تحطوش كتير عشان خاطر ان هي تنعم، لان نجاح الكفته لازم تكون ناعمه، فانتوا ما تحطوش كتير. بصوا انا لقيت بصله كبيره رحت شايلاها. هبتدي بقى كده ان انا
اجيب بقى الكبه بتاعتي. هنا انا بحاول ادمج كله مع بعض لان اللحمه كانت كتل متكتله مع بعض. هبتدي بقى اجيب الكبه بتاعتي اللي انا فرمه فيها البصل اهي. بصوا مكان البصل ما غسلتهاش. هبتدي ان انا احط كده شويه شويه وهبتدي افرم فيها لحد لما تنعم معايا. وكل ما افرم شويه احطهم في علبه، كل ما افرم شويه احطهم في علبه لحد لما اخلص كل الكميه اللي عندي. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. بس لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما عملتوش اللايك، ما تنسوش اللايك زي ما قلت لكم، لان هو اللي بيدعم القناه، والقناه المشاهدات بتاعتها قلة جدا، فمعلش دعموا القناه شويه. هبتدي بقى كده ان انا اهو زي ما انتم شايفين حطيت شويه وهضربهم تاني بالكبه بحيث بقى كله ينعم في قلب بعضه، اللحمه مع البصل مع التوابل. هتشوفوا شكلها وهتشوفوا لونها دلوقتي، لونها بيتغير طبعا لما بيندمجوا مع بعض. هبتدي بقى اجيب دلوقتي في الوقت ده بوله بعد ما بقى يعني هبتدي بقى اضرب كل المكونات اللي عندي، وبعدين اجيب بوله احط فيها زيت، وبعدين هنبتدي بقى نصبحها. انا بصبحها صباع كده رفيع مش تخين بحيث ان هي برضو لما تحط في الصلصه تنفش شويه. بس النهارده طبعا انتوا لو هتفرزوها هتحطوها بقى في اطباق فويل كده زي ما هي وتشيلوها في الفريزر، يا اما لو مش هتفرزوها تقلوها في الزيت وتعملوا لها الصلصه. احنا عملناها قبل كده بس انا حبيت اديكم الفكره وحبيت افكركم بيها بحيث ان انتوا تبداوا تفرزوها. وده شكلها بعد ما صبعناها اهي. استنوا الفيديو جاي، مع السلامه.